الفيديو ده هكلمكم فيه عن خل التفاح وإيه هي أهم مميزات خل التفاح وإيه أحسن نوع خل تفاح تقدروا إن انتوا تشتروه، ومين اللي خل التفاح مش مناسب بالنسبة له وما ينفعش إن هو ياخده، وكمان إيه أحسن مواعيد ناخد فيها خل التفاح وإزاي نستخدمه. هلو، أنا آية بلال، وأول حاجة هنتكلم عليها هي الفوائد الرهيبة بتاعة خل التفاح. رقم واحد للناس اللي عايزة تخس ووزنها زيادة وعندها مقاومة أنسولين. في دراسات كتير جدا اتعملت وأثبتت إن خل التفاح بيساعد في التخسيس ونزول الوزن عن طريق إن هو بيقلل سكر الدم وبيقلل نسبة الأنسولين، فده بيساعد على زيادة الحرق وزيادة حرق الدهون الموجودة في الجسم، وخصوصا الدهون العنيدة اللي موجودة حول منطقة البطن اللي هي معروفة انها اكتر منطقة بتبقى صعبة ان الدهون تنزل فيها. فهو بيساعد بشكل كبير جدا في نزول الدهون دي، وكمان بيساعد في حل مشكلة مقاومة الانسولين. رقم 2، خل التفاح بيساعد في تقليل الشهية وزيادة الإحساس بالشبع بعد الوجبة اللي انت بتاكليها، وده مرتبط أكتر بموضوع مقاومة الأنسولين. كل ما نسبة الأنسولين بتزيد في الدم كل ما ده بيخليكي تحسي انك عايزة تاكلي سكريات أكتر، وده اللي بيخليكي تحسي بعد أي وجبة انت بتاكليها ان انت نفسك تاكلي حاجة حلوة، حتة بسبوسة بقى، قطعة شوكولاتة، آيس كريم، أي حاجة، المهم ان انت تاكلي حاجة حلوة بعد الأكل. وده بيبقى بسبب ان الأنسولين عندك على طول عالي في الدم، فبيدي إشارات للعقل ان انا عايز اكل حاجة مسكرة طول الوقت. فلما بتاخدي خل التفاح ده بيقلل من مقاومة الأنسولين وبيقلل من الشراهة للسكريات وبيقلل من إحساسك بالجوع طول الوقت. ورقم 3 للناس اللي عندها مشكلة الكبد الدهني، فخل التفاح بيساعد ان هو يحسن بشكل كبير جدا من المشكلة دي، وكمان هو بيعزز من عملية الديتوكس اللي بتحصل في الكبد. الكبد معروف ان هو مسؤول عن عملية الديتوكس اللي بتحصل في الجسم وتنظيف الجسم من كل السموم اللي ممكن تدخله عن طريق اي اكل بناكله، اي مشروبات او اي ادوية بناخدها. فخل التفاح بيحسن من كفاءة عملية الديتوكس اللي بتحصل في الكبد. ورقم 4 ان خل التفاح بيحسن من عملية الهضم، وده عن طريق ان هو بيحسن من الحمض الداخلي للمعدة. في ناس حمض المعدة عندهم اللي هو حمض الهيدروكلوريك اسيد بيضعف نتيجة لأسباب معينة، زي الناس اللي بتاخد مضادات حيوية كتير، او مع التقدم في السن، او لو حد عنده جرثومة معدة. ولما حمض المعدة ده بيضعف المعدة ما بتقدرش ان هي تهضم الاكل بسهولة زي الاول، فلما بناخد خل التفاح ده بيقوي من الحمض الداخلي بتاع المعدة وبالتالي بيحسن لنا من عملية الهضم. زائد ان خل التفاح كمان بيساعد البنكرياس في افراز العصارات الهاضمة وبيحفز المرارة على انها تنتج العصارة الصفراوية. فخل التفاح بيساعد في تحفيز كل العصارات الهاضمة اللي بتفرز في الجهاز الهضمي، اللي بدوره بيحسن من عملية الهضم وامتصاص كل العناصر الغذائية المهمة اللي الجسم بيحتاجها. ورقم 5 إن خل التفاح بيساعد في تقليل الانتفاخات والغازات الموجودة في المعدة. هو إيه اللي بيخلي يبقى فيه انتفاخات وغازات في المعدة أصلا؟ السبب الرئيسي بيبقى إن الأكل ما اتهضمش في المعدة، وده بيبقى بسبب إن في نقص في الإنزيمات الهاضمة اللي بتفرز من الجهاز الهضمي، فبالتالي الأكل مش هيتهضم. ولما الأكل ده بيروح للقولون والأمعاء الدقيقة بتتغذى عليه البكتيريا الضارة اللي موجودة هناك، اللي بتتغذى على الأكل اللي ما اتهضمش في المعدة، وبالتالي ده بيسبب الانتفاخات والغازات اللي بتحصل في المعدة. وزي ما قلنا في النقطة اللي فاتت إن خل التفاح بيحفز كل العصارات الهاضمة الموجودة في المعدة، فبالتالي البكتيريا الضارة الموجودة في القولون والأمعاء الدقيقة مش هتلاقي حاجة تتغذى عليها، وده هيقلل من نسبة الغازات والانتفاخات الموجودة لحد ما تختفي خالص. طيب إيه هو بقى نوع خل التفاح المناسب اللي المفروض تشتريه؟ في شوية حاجات كده لازم تلاقيها مكتوبة على ازازة خل التفاح اللي انت هتشتريها علشان تعرفي ان هو ده النوع المناسب اللي هتاخدي منه الفوائد دي، لان اي نوع تاني ممكن تجيبيه ما يبقاش مكتوب عليه الحاجات دي مش هتاخدي منه اي فايدة. اول حاجة يبقى خل تفاح عضوي، تاني حاجة يبقى ني، وتالت حاجة يبقى غير مبستر، لأن لو خل التفاح اتبستر كل الفوائد اللي موجودة فيه والبكتيريا النافعة كل ده هيتقضي عليه، وكمان هيبقى فيه مواد حافظة.
ورقم 4 يبقى مكتوب على الإزازة بتاع خل التفاح with the mother، وده معناه إنك هتلاقي في القاع بتاع الإزازة مجموعة من الخلايا زي الشوايب كده. دي بتبقى عبارة عن مجموعة من البروتينات والفيتامينات والمعادن وبكتيريا نافعة وإنزيمات هاضمة. نيجي للنقطة اللي بعد كده، مين اللي ما ينفعش يستخدم خل التفاح خالص؟ رقم 1 لو عندك قرحة في المعدة أو التهاب حاد في المعدة أو التهاب في المريء، ممنوع تماما إن انتي تستخدمي خل التفاح. رقم 2 لو انت عندك سكر وبتاخدي انسولين، لازم تستشيري الدكتور اللي انت متابعة معاه الأول قبل ما تاخدي خل التفاح. وده لأن زي ما قلنا إن خل التفاح بيحسن من حساسية ومقاومة الأنسولين، فبالتالي بيقلل من مستوى السكر في الدم، وبيساعد السكر اللي هو الجلوكوز إن هو يدخل الخلايا علشان تستفيد منه كمصدر للطاقة. فلو هتاخدي خل التفاح يفضل إن انت ما تكتريش منه، ودايما تبقي بتقيسي نسبة السكر في دمك ومتابعاها علشان ما يحصلكيش أي هبوط لا قدر الله. ورقم 3 لو حسيتي بعد ما خدتي خل التفاح ان معدتك وجعتك او حسيتي بحرقان، ده بيبقى معناه غالبا ان عندك قرحة او التهاب في المعدة بس انتي اصلا مش عارفة، ففي الحالة دي يفضل ان انتي ما تاخديش خل التفاح. ورقم 4 لو كنتي بتاخدي اي ادوية بصورة مستمرة، لازم ترجعي للدكتور بتاعك الاول قبل ما تدخلي خل التفاح في النظام بتاعك، خصوصا لو بتاخدي أي أدوية للقلب أو أدوية بتقلل من نسبة البوتاسيوم في الدم. نيجي بقى لآخر نقطة، وهي إيه الكمية اللي ممكن ناخدها في اليوم من خل التفاح وأحسن ميعاد ليها. في النقطة دي هتكلم على نوعين من الناس. أول نوع لو انتي أول مرة تاخدي خل التفاح، هتاخدي منه معلقة صغيرة على كوباية مية علشان نخففه، وده هيبقى مرة واحدة بس في اليوم قبل الفطار أو قبل الغداء. ولو لقيتي ان جسمك تمام ومتقبله وما حصلش اي مشاكل، معدتك ما وجعتكيش، ما حصلش اي حرقان، تاني اسبوع هنزود عدد المرات، هناخده مرتين في اليوم، مرة قبل الفطار ومرة قبل الغداء. وتالت اسبوع هنزود الكمية، بدل ما بنحط معلقة خل تفاح صغيرة على كوباية مية، لا هنحط معلقة خل تفاح كبيرة على كوباية مية علشان برضو نخففه، لان لازم خل التفاح ناخده يبقى متخفف. ومن تالت أسبوع تقدري تشربيه من مرتين ل3 في اليوم، مرة قبل الفطار ومرة قبل الغداء ومرة قبل العشاء. وده هيبقى مناسب برضو للناس اللي مجربة خل التفاح قبل كده ولقت إن هو ما بيعمل لهمش أي مشاكل. ويفضل إن خل التفاح يتاخد قبل الفطار أو الغداء أو العشاء بربع ساعة أو بنص ساعة، علشان الجهاز الهضمي يبتدي يتهيأ لعملية الهضم وامتصاص كل العناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. ولو الفيديو ده عجبك واستفدتي منه، ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وشير للفيديو ده مع حد من اصحابكم. ولو لسه ما جربتيش خل التفاح، هستناكي تجربيه وتقولي لي رأيك في الكومنتس. ولو جربتي خل التفاح قبل كده، هبقى عايزة برضو ان انا اعرف رأيك، وهل حسيتي بتغيير لما جربتيه ولا لأ. واستنوني في فيديو جديد الاسبوع الجاي.